النهارده هقول لكم على سر من اسراري. بامانه كل ما احضر فرح او ابقى نازله ميه وابقى مستخدمه البادي لوشن الشمري ده، لازم حد يسالني اسمه ايه، جايباه منين، بكام، اسم الدرجه دي ايه. دلوقتي حطيته على ايد واحده اللي هي دي، هوريها لكم دلوقتي، بس خلوني افرجكم الاول على الفيديو ده لما صورت لكم ايدي في الشمس. كنت عايزه اوريكم شكله تحت اي اضاءه قويه للشمس، او لو انت في مكان فيه اضاءات كتير حواليكي هيظهر بشكل مش طبيعي، هيبقى ملفت، لان قد ايه هو جلاوي جدا، واللمعه بتاعته خطيره، والجليتر اللي فيه ظاهر، بس في نفس الوقت مش لا، شكله كلاسي يا جماعه. يعني هو الجليتر ظاهر بس شيك، يعني فاهميني؟ مش كانك رشيتي كده برونزر كده تلفتي لفه هدايا، لا، فهو فظيع. اظهري بقى على بيسين، على بحر، في اي ايفنت تبقي لابسه فيه دريس بتاع، على الايد على الرجل، بيبقى شكله تحفه. ده في الشمس. بصوا هنا في الظل، الايد دي اللي انا حطيت فيها والايد دي لا، تمام. فهو في الظل انتي مش شايفه حبيبات الجليتر اللي كانت ظاهره في الشمس، بس في نفس الوقت مديكي وانتي بتتحركي كده لمعة صحية لجلدك، شكلها خطير. والمفاجأة بقى ان هو لوكال براند مصري عادي جدا، مش ب500 ألف جنيه، لا ده ب220 جنيه. اخر مرة كنت مشترياه هو كان من كذا شهر، معرفش دلوقتي في اختلاف في الاسعار ولا لا، بس ايا كان هو ستيل سعره هيبقى في متناول ايديكي، انتي مطمنة وانتي بتجيبيه، لان هو منتج مصري. انا شوقتكم بما فيه الكفاية، صح؟ ماشي. هو بتاع جوفياليتي. بصوا بقى، هو اسمه تروبيكال جلو. الدرجه دي روز، انا بحب كده، يعني بحب لما اجيب حاجه شimmer ما تبقاش جولد وتسمر وتديكي تان اكتر ما انت لو انت استخدمتيها على البحر او حاجه، او لو انت بشرتك مش غامقه، فبحب ابعد عن الجولد، وابعد برضو عن السيلفر اللي بيبقى فاقع قوي وباين ان هو فيك. فبحب الحاجه الروز، الجولدن روز كده. الدرجه دي اسمها روز. هو شيمرينج بادي لوشن. بصي بقى، كان ب 220 اهو، زي ما قلت لكم. الكميه بتاعته 120 ملي. انا بقولك معايا بقاله كذا شهر، مش عارفه باين عندكم انا مستخدمه قد ايه، لحد هنا تقريبا. فتحفه تحفه تحفه. انا مبهدلاه، يعني انا مش بتكلم وخلاص، بس يا جماعه هو يستاهل كل جنيه اتدفع فيه. القيمه اللي بيديها لك مقابل السعر بتاعه، لا، حلو حلو واندر ريتد جدا، يعني بيتهيألي محدش اتكلم عنه قبل كده. خلونا نشوف بقى هو متكون من ايه. هو فيه زبدة الشيا، زيت اللوز الحلو، فيتامين ه، جليسرين. فحتى المكونات بتاعته بترطب الجسم. ريحته بقى كاندي لذيذ كده، يعني انا مش عارفه احدد هي ايه بالظبط، بس كاندي، يعني كانك دخلتي ديزني لاند كده. واقول لك على حاجه كمان، ان وانا عروسه استخدمته بامانه، يعني مش بس وانا رايحه احضر افراح او نازله ميه او كده، لا ده وانا عروسه كان هو مديني الشكل اللي انا محتاجاه. انا مش عايزه اكتر من كده. المهم تاخدي بالك بس ان انت ترجيه قبل ما تستخدميه، وتبقي حريصه وانت بتستخدميه. يعني انا بوزعه كده، تمام، عشان هو بصوا سايل قوي، فبعد ما بحطه بوزعه بالفرشه. تاخدي بالك انه ما يقعش على الهدوم، وانك ما تكتريش منه او تحطي منه تحت هدوم. يعني انت مثلا لو لابسه كات مثلا، ما تحطيهوش تحت الهدوم لانه بيطبع شويه. بصوا بجيب فرشه زي كده وبوزعه اهو، شايفين شكله خطير. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. بحبكم قد الدنيا. باي باي.